طيب ازيكم يا مدرك، ازيكم كيلفن في فيديو جديد. في فيديو توب 10 احسن 10 شخصيات. طبعا نزل شخصيات جديده. انا عملت الفيديو ده الجزء الاول، بس هنعمل في الجزء التاني يعني. بس يعني بصوا، انا ممكن اكون نوب شويه في الفيديو دوت، عشان ايه بقالي كتير ما بلعبش وكده، ماشي. فيعني ما تركزوش قوي مع اللعبه، ماشي. فماشي يعني هندخل في الفيديو على طول، يعني مش هنطول المقدمه قوي، وخليكم مع الفيديو. ماشي. عندنا في المركز العاشر كأقوى 10 شخصيات في اللعبة، هي شخصية يوكيميا. ماشي، يوكيميا مع اني بحبه الصراحة، وانا بالنسبة لي هو اعلى من المركز دوت بكتير، بس عشان لو حطيت شخصية تانية ممكن الناس تزعل مني وكده يعني، فهحط يوكيميا في المركز العاشر. ماشي. وعندنا في المركز التاسع شخصية برضو أسطورية جدا، واحتمال كبير يتعمل لها ريورك زي ما تشورودو قال قبل ما يسيب اللعبة. ماشي، وهي رين. ماشي، رين ايتوشي يعني حرفيا من اجمد الشخصيات اللي في اللعبة تقريبا. ماشي، وهو يعتبر يعني طالما المركز العاشر دوت، مش التاسع قصدي، مش قليل. ماشي، يعني هو ده احسن 10 شخصيات وكلهم جامدين الصراحة، بس لو هنقيم كأحسن 10 فده الترتيب يعني. رين هيبقى في المركز التاسع. وعندنا في المركز التامن. ماشي، عندنا في المركز التامن، يعني دي الشخصية اللي انا مش عايز احطها في المركز التامن، بس ايه يعني لو انت شايفها تستحق اكتر من كده الصراحة، يعني اكتب في التعليقات وقول لي ليه، قول لي السبب يعني ليه شخصية زي دي تبقى اكتر من كده. وهي شخصية دون لورينزو. بصوا يا جدعان، ماشي، ما لو حد انت وانت بتحب دون لورينزو حط لايك، يعني لو انت بتحبوش برضه حط لايك، ماشي. بس هو الشخصية انا بالنسبة لي انا يعني هو اقل اساسا من المركز الثامن، بس يعني في ناس كتير بتحبه، فانا مش هاخده يعني. ممكن يبقى لو انت احترفت بيه قوي، بس انا ما جربت العب بيه كتير، يعني جربت العب بيه، يعني انا جربت العب بكل الشخصيات، فما حدش يقول لي انت ما جربتوش ما اعرفش ايه. انا جربت العب بيه، بس يعني ممكن يعني انا حاولت ابقى محترف فيه، بس ما عرفتش. ومعظم الناس اللي انا سألتهم، يعني عشان ده مش رأيي لوحدي، بيقولوا عليه شخصية مش حلوة. ماشي، يعني مش حلوة اللي هو، بس ما يستاهلش ان هو يبقى وورلد كلاس يا جدعان بجد يعني. ماشي، بس هو اوحش من بقية الشخصيات اللي في الليستة بالنسبة لهم كلهم، يعني معظم الناس اللي سألتهم. ماشي، في ناس بقى بتحبه قوي، فلو انت يعني بتشاف دون لورينزو يعني يستحق مرتبة اكتر، قول لي انت لو مكاني هتحطه ايه يعني. ماشي. عندنا في المركز السابع الشخصية الجديدة اللي لسه نازلة من قريب جدا، وهي كينج ليه في المركز السابع عشان كل اللي فوقيه احسن منه. كينج الصراحة خايب توقعاتي، بس هو جيد نوعا ما، بس انا مش عارف هو يستاهل يبقى احسن من دولة الشخصيات اللي تحتي كلها. فيعني كينج ممكن احطه اساسا في المركز العاشر، بس انا يعني ايه، يعني هو كويس ماشي، يعني هو مش سيء للدرجة ان هو يتحط في المركز العاشر، بس يعني هو برضو يوكيميا ورين والناس ديت احسن برضو منه، فمعرفش يعني. بس يعني هو شخصية يمكن عشان جديد، ف هنشوف يعني بعدين. بس هو المشكله دوت الوحيد اللي انا محتاره، حاسه مش ما يستاهلش ان هو يبقى في المركز بتاعه. ماشي، يعني كينج في المركز السابع. عندنا في المركز السادس شخصيه، وعندنا في المركز السادس المعروف لا يعرف يعني، عم الجميع شيدو. ماشي، معظم الناس بتحب شيدو في اللعبة، بس شيدو مشكلته الوحيدة ان هو ما عندوش مهارات دريبل يا جدعان، هي مهارات شوت بس، فمركزه الوحيد في اللعبة يبقى سي اف، فدي مشكلة يعني. ولا ما عندوش مهارة بتاخد الكرة مثلا زي كونيجامي وكده، فدي مشكلته الوحيدة. يا جدعان بصوا انا عديت يعني الحاجات المراكز غلط، فاحنا هنحذف واحد. ماشي، يعني يعتبر ان المركز اللي جاي دوت الرابع بدل الخامس، عشان انا كنت في مركز يعني شخصية انا نسيتها، يعني اتلخبطت في العد وكده. ماشي، فعندنا في المركز الرابع الاسطورة لا يعرف كونيجامي دوت يا جدعان حرفيا كسر معايير المسك دوت. ازاي مش وورلد كلاس الله اعلم، يعني اللعبة معرفش ازاي مش حاطين وورلد كلاس. ماشي، فكونيجامي لازم يبقى اسطورة يعني وكده، واحسن شخص من احسن الشخصيات، يعني هو مش احسن شخصية دلوقتي، بس زمان كان احسن شخصية، هو كل الشخصيات تقريبا كانت احسن شخصية في وقتها. ماشي، بس ما علينا. المركز اللي بعد كونيجامي مش محتاجه فاستر، دي هو في المركز الرابع. ماشي، عشان كونيجامي اوفر باور بالنسبة ان هو مسك، ده غير ان هو يعني يعتبر شبه الورد كلاس شوية، ناقصه مرة تالتة كده حتى ولو مش مفيدة، بس هو
هو دوت كونيجامي، يعني كونيجامي دايما على طول جامد. ماشي، عندنا في المركز التالت التوب 3. ماشي، في المركز التالت عم الناس ساي ايتوشي يا جدعان. ساي من احسن الشخصيات اللي في اللعبة. عنده سكيل الميتا فيشن والارم سويب والبيوتيفول شوت، ودولت يعني التلاتة جامدين الصراحة. ماشي، مع البيوتيفول شوت تعتبر كويسة يعني عشان هي حلوة في المدى القريب. ماشي، وكويسة الصراحة مش وحشة يعني زي ما الناس بتقول عليها. ماشي، وعندنا في المركز التاني شخصية جامدة جدا 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 جدا. عندنا عم الناس برضو كايزر يا جدعان. كايزر انا مش عارف ليه يعني. بصوا، كايزر يستحق يبقى المركز الاول ممكن بس المركز الاول عندنا عم الناس بقى بجد. نيل ايساجي يا جدعان، دوت جامد موت. دوت اجمد شخصيه في اللعبه. دوت عنده سكيل اللي هي الليفتي شوت دي، ما فيش حد بيغلبها. فنيل ايساجي لازم يبقى المركز الاول، مع ان كايزر يستاهل برضو. بس كايزر ممكن يعني في اللجام العاديه، لكن بعد ما نزل نظام الجول رش دوت اللي هو الاتنينات دولت اللي هو الجول مشترك، فدوت يعني غير معايير اللعبة. يعني كايزر ونيل ايساجي كانوا مع بعض، بس بعد كده نيل ايساجي تفوق على كايزر بسبب الايفنت دوت. علشان كده كايزر يعني هو نيل ايساجي احسن في الوان في وان طبعا. ماشي، وفي الايفنت ده، لكن كايزر حلو في الجيم العادية. وبس كده، كان معاكم كيو ليفنس. بس قبل ما نخلص الفيديو يعني وكده، عايز اتحداك تحدي. لو انت خلصت الفيديو الاخر اكتب لي في التعليقات كم مرة انا كتبت كلمة ما تنساش لايك واشتراك في الفيديو، يعني ظهرت في الشاشة. ولو انت عرفت يبقى انت جامد جدا يا اسطى، فهديك قلب. ماشي، اي حد يكتب الكومنت ده هديه قلب، والباقيين لا. ماشي، فانت مميز. ماشي، وسلام.